مهما كانت ظروفك، سواء كنت طالبة أو موظفة أو ربة بيت، تقدري كل شهر توفري ولو 200 جنيه بس وتحمليهم مسؤولية يشتغلوا مكانك. الفلوس الصغيرة اللي بنفتكرها ما تلزمش هي اللي بتعمل فرق كبير لو اتحطت في استثمار صح. لو انتي طالبة، تقدري توفري من الحاجات اللي ملهاش لازمة: القهوة الجاهزة، الوجبات السريعة، الأدوات اللي بتتجمع من غير ما تستخدم، حتى المشتريات العشوائية اللي بتحصل لمجرد إنك شفتي عرض لطيف. كل ده بيقلل من ميزانيتك من غير ما تحسي. تخيلي لو جزء بسيط من المصاريف دي اتحول كل شهر لاستثمار ثابت، بعد شهور قليلة هتلاقي رقم ما كنتيش تتوقعيه. ولو موظفة، تقدري تقللي من الاشتراكات اللي مش بتستفيدي بيها، أو الطلبات اللي بتجيبيها بس علشان كانت مزاج لحظي. كمان في حاجات صغيرة زي المواصلات، ممكن تستبدلي مشوارين تاكسي بالمواصلات العادية وتوفري، أو حتى تقللي من طلبات الأكل الجاهز في الشغل. التوفير هنا مش حرمان، لكنه إعادة ترتيب أولويات. ولو ربة بيت، تقدري توفري من حاجات اللي بتشتريها زيادة عن الحاجة، والمطبخ عندك بيشهد. حاجات كتير بنشتريها ونلاقي إن نصها ما استخدمش. حتى تنظيم البيت والتخطيط للمشتريات بيقلل الهدر بنسبة كبيرة، وكل جنيه اتوفر هو خطوة لقدام. الفكرة كلها إن 200 جنيه في الشهر مش رقم، لكنها بداية. تقدري تستثمري في أسهم الذهب أو العقارات أو الشركات الناجحة، وكل ده موجود دلوقتي في منصات بتسمح لك تشتري حتى سهم واحد بقيمة أقل من 30 جنيه. المهم إن الفلوس تبدأ تتحرك لصالحك بدل ما تتحرك ضدك. الفكرة مش قد إيه هتحوشي، الفكرة إنك تبدأي، لأن البداية الصغيرة اللي بنستخف بيها هي اللي بتفتح الباب بعد شهور وسنين لفرق كبير. كل مرة تفكري تشتري حاجة مش مهمة، اسألي نفسك: هل تستاهل ولا استثمرها واسيبها تكبر؟ ولو عملتي كده، بعد سنة هتشوفي نتيجة مختلفة. يمكن لأول مرة تحسي إنك ماسكة زمام أمورك المالية، وإن في أمان وشعور بالإنجاز. وساعتها مش هتندمي ولا هتسألي ليه ما استغليتيش الفرص من بدري شوية. فكري بجد في الموضوع وقولي: هتوفري إيه وهتستثمري في إيه؟